السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى بديت مخبوزات العيد. انا هنا بديت بالفايش، والفايش بقى ما يحلاش غير بكوباية شاي بلبن في العيد. كل سنة وانتم طيبين وحبايبكم بخير يا رب. انا هنا حطيت رتلي لبن ونزلت بقى بالمية الدافية. اللبن دافي والمية دافية، وانزل عليها بالسمنة عشان تسيح. بعد كده نزلت بالكركم والخميرة البيرة، وحطيت كيس خميرة فورية علشان بس تساعد على التخمير، علشان الجو ساقع شوية. حطيت بقى السمسم، ونزلت بالدقيق شوية بشوية. بعد كده كيس بيكنج باودر. ابتدي ألم العجينة كويس. انا عوزت مية عشان ألم العجينة بتاعتي عشان تبقى طرية وحلوة، يبقى ليها عرق كده عشان اعرف بس اتحكم في العجينة بتاعتي. بعد كده حطيت سمنة على الوش، ابتدي امكس فيها لحد لما العجينة تشرب السمنة كويس. بعد كده اسيبها تتخمر. هنا عندك بس الكمية كبيرة، انا عملت هنا 7 كيلو من الفايش، 7 كيلو دقيق علشان اعمل كمية فايش كبيرة، عشان طبعا توزعوا لحبايبكم. جارتك جنبيكي ما عملناش فايش ماشي اديها. يا رب دايما يكون عامر يا رب بحسكم. بيقولوا ايه؟ تهادوا تحابوا. يا رب يحببكم في بعض يا رب العالمين. هنا اتخمر لمدة نص ساعة. بعد كده اخبزه في الفرن البوتاجاز على درجة حرارة 200. ابتدي بقى لما يبرد ابتدي اقطعه بالمخرطة زي حضراتكم شايفين، ورصص في الصاجات علشان ايه امره برضو، ادخله برضو الفرن التاني. وصلت هنا معايا للفيديو. ما تنسيش تدعميني بلايك واشتراك في القناة. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش بقى لحبايبكم، حد يعني جارتك ست كبيرة اديها طبق ما يضرش. يا رب يجعله عامر يا رب بحسكم بحس اولادكم يا رب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. فايش طالع من